ليش القتل؟ ليش الكراهية؟ ليش في أمراض؟ ليش الحروبات؟ ليش في كوارث طبيعية؟ ليه خلقت؟ من وين أجيت؟ إيش هدفي من هالحياة؟ وين السعادة؟ وين الفرح؟ وين الأمان؟ وين السلام؟ وإيش في بعد الموت؟ هل الله موجود؟ طب إذا كان موجود وإن كان إله محب زي ما بيحكوا يستطيع كل شيء، ليش الشر عم بيسود في العالم؟ ليش في مصايب؟ وين اختفى الخير؟ ليش الظلم؟ ليش المعاناة؟ ليش الألم؟ ليش الحروبات؟ ليش ما بيختفى؟ هل هو موجود أصلا؟ أنا بدي أجاوب على هذه الأسئلة. بتعرف يا إنسان اللي عم تسأل هاي الأسئلة، بتعرف ليش قلبك عم بيحترق كل مرة بتشوف الظلم مسيطر؟ لأنك مخلوق على صورة الله، لأنه مصمم فيك وفي قلبك محبة العدل والحق. من بداية حياتنا ومن فجر التاريخ وإحنا عم نبحث عن الحق، نطالب بالعدالة والرحمة. في عنا جوع وفي طعام، عنا عطش وفي مي، عنا احتياج عاطفي وفي علاقات وزواج، وكمان عندنا احتياج للعدالة والرحمة والحق، وفي الله. الطريقة الوحيدة انه نلاقي الحق هي لما نبحث، لما نفكر، ما عم نقرأ، ما عم نفتش، ما عم ندور، ما عم نسأل. الجهل ملأ عقولنا وكياننا. ما في اجمل من نقاش حر تحت غطاء المحبة، تحت غطاء التواضع. لما انا اشاركك افكاري وانت تشاركني افكارك، نقعد نتناقش مع بعض حتى نميز وين الغلط وين الصح، وين الحق وين الضلال، ونفكر فكر حر، ساعتها راح نلاقي الحق.